حاجه كده. هذه نخله يحبها الله ورسوله. ما شاء الله. صباح الخير عليكم من مزرعتنا النموذجيه في بشير سيوه. لفت نظري حاجه مهمه قوي. اطلع انت بعد اذنك. لفت نظري حاجه مهمه قوي، التحجيم بتاع الثمار. هنعمل جوله سريعه كده، ممكن هيبقى معانا فيها الباشمهندس ابراهيم اهلا وسهلا. عن التمور السيوي الحصان الرابح. زي ما المجدول اقتصاديا قوي، زي ما التمر السيوي حصان رابح. تعالوا ناخد جوله كده نفرجكم انتاجنا السنه دي من التمر السيوي 2026 وصل لحد فين ورايح فين. انتاج النهارده بسم الله ما شاء الله. السنه دي احنا عاملين خدمه شتويه مكثفه السنه اللي فاتت بعد الحصاد. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. دايما الحصاد او التمور بتبان من الخدمه الشتويه، يعني الخدمه الشتويه كويسه بتديك انتاج بسم الله ما شاء الله عالي. وبعدين انا بيلفت نظرنا برضو هنا المستثمرين لما بيجوا بيشوفوا حجم الحبايه السيوي. لا بسم يعني الله ما شاء الله. التمره بتاعتنا بتبقى مختلفه في السوق. علشان ايه؟ دي شكل نخله بسم الله ما شاء الله عليها، مع خدمه مظبوطه، تبقى عافيه تطلع لك تمرايه مظبوطه او تمرايه كبيره جنبه، يعني في الحجم بتاع السيوي. بسم الله ما شاء الله. عايزين بس نسرع خطواتنا عشان نمشي اطول مكان او اطول فتره ممكنه. بسم الله ما شاء الله. انتاج السنه دي دي نخله داخلين عليها بالصدفه. بسم الله ما شاء الله. انتاج محترم جدا جدا. تعالى كده، تعالى هات الشط من الناحيه دي. تعالى. بسم الله ما شاء الله. انتاج السنه دي يا باشمهندس ابراهيم، تحب انت الخدمه الشتويه؟ طلع انت فلوس الخدمه الشتويه. بعشق الخدمه الشتويه، لان الخدمه الشتويه من اساس النخل او من اساس تحجيم النخل بسم الله ما شاء الله. لو بصيت على النخله وكميه الصبايط اللي فيها، هتلاقي عدد صبايط بسم الله ما شاء الله كبير، والصباطه نفسها هتلاقيها محمله بسم الله ما شاء الله فيها كميه يعني معديه كيلو ونص. لا معديه ال 10 12 كيلو بسم الله ما شاء الله. السيوي السنه دي مختلف شويه عن السنه اللي فاتت. الحوشه ديت كانت بتتروي غمر، فعشان كده تلاقي حجم النخل بتاعها كبير. والتقليم فنيات التقليم مهمه جدا في التحجيم بتاع القطر بتاع النخله نفسها، ان احنا ما بنقساش على النخله في التقليم. مش عايزين ننسى برضو ان الموسم اللي فات احنا واخدين فسايل من النخل